السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم مركز طماطم اولا معجون طماطم اللي يمكن لينا نخرجوه غير من القشور ديال مطيشه اولا طماطم، اللي كيجي بحال المركز اللي كنشريو من الحانوت في المذاق ديالو ولا حتى في اللون ديالو. كذلك هنا خرجنا منه هاد الكميه هذه من القشور ديال المطيشه. باش كنبغيو نستعملوا مطيشه اولا طماطم في الشهيوات ديالنا، كناخذوا فقط غير القشره ديالها، يعني القشره ديال المطيشه اولا طماطم، وكنحتفظوا بها هنايا في المجمد اولا الكونجيلاتور. يعني فاش كنبغي نستعمل مطيشه وحده ولا جوج ولا ثلاثه كناخذ فقط ديك القشره ديال المطيشه وكنحتفظ بها في الكونجيلاتور، ما كتخسرش، كتبقى بحال يلا شريتيها. هنا من بعد ما خرجتها من الكونجيلاتور وضعتها هنايا في الاناء اللي فيه الماء، يعني باش ترطب. من بعد وضعتها في الاناء اللي غادي نوضعوه على النار، يعني باش غادي تسلق غير واحد شويه، غادي نسلقوها. من بعد ما كتسلق غادي نوضعها هنا في الطحانه ديال المطيشه، غادي نطحنها، يعني دوك القشور ديال المطيشه كيطحنوا، ووضعتها في كاسرونه اولا الاناء. غادي نزيدو عليها واحد المعلقه ديال الزيت نباتيه ونص معلقه ديال الملحه، غادي نخلطوها مزيان. من بعد غادي نرجعوها على النار باش غادي طيب واحد مده 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. غنضيفوا واحد المعلقه ديال التحميره اولا الفلفله الحمراء، يعني التحميره الملون اللي كتعطينا واحد اللون اللي هو احمر بحال المركز ديال الطماطم. من بعد ما كطيب مده واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، غير كتنشف من داك الماء اللي فيها صافي، غادي نخليوها حتى كتبرد باش يعني كيطلق داك الملون، يعني ديك التحميره اللي ضفنا فيها كتعطيها واحد اللون اللي بحال المركز ديال الطماطم، واللي يمكن لينا نستعملوها في الشهيوات مثلا في الحريره اولا في لي بات اولا في البيتزا. فهذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي بحال مركز طماطم. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وهذه الطريقه. فإلا عجبك الفيديو ما تنسيش تبارطاجي وتابوني عندي في القناه باش يوصلك ديما الجديد، والى فيديو اخر ان شاء الله.